بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى يا جماعه في واحده طلبتني من القاهره وعازمه بناتها وقالت لي انا عايزه علبه مخلي، عايزه مخلي. طبعا قلت لها انا هعمل لك مخلي واصوره لك على الموضوع. طبعا انا خدت لها حبه اهون وبخلتني اهي ان شاء الله قدامك حبتين كيلو انا وعافيه على اللي هياكلوا اهو. حاجه كده اخر جمال، سمك بقى بألف انا يا مدام. يعني بصوا ما شاء الله حاجه كده تفتح النفس، حاجه كده جميله ودلعه وحلوه وكل حاجه حلوه فيه ما شاء الله على جمالها وعلى حلاوتها. وكل الفسيخ اللي انا بحطه لك هو حلو، بس انا قلت اعمل لك ايه زي ما انت وعدتك ان انا اعمل لك على الفيديو. طبعا قالت لي انا عايزه احلى حاجه. طبعا انا بعمل لك احلى حاجه، بس الفسيخ ده بيبقى دلع، يعني لما لونه اكسد شويه زي ما قلت لكم عامل زي العصير القصب، كل ما بتشربيه اما بتعمليه شويه تسيبيه يغمق، بس حلاوته فيه يعني بتبقى حلاوته فيه، يعني ما تبقوش تخافوا منه. يعني بصوا حاجه كده ميك اب رباني، حاجه كده طالعه كده من عند ربنا، حاجه حلوه وجميله وطعمه وريحته حلوه وكل حاجه حلوه فيه. والف انا وصحه وعافيه للي هياكل ويا رب يجعله بالهنا. شايفين انا حطيت لك شرايح يا مدام. طبعا دي جلده السمكه اهي ما بيطلعلكش هاد. طبعا يا جماعه اللي بوزن الفسيخ وبحطه على الميزان زي ما انتم شايفين كده، بوزن لها ال 2 كيلو وطبعا بقوم خليها. بيطلع بقى ايه؟ بيطلع الهرتك بتاعته اكتر منه. يعني بص الله 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 على حلاوتك يا احمد، على فكره احمد اللي بيصورني، يا حلاوتك يا احمد، يا جمالك يا محمد. ربنا يبارك لك فيهم ونتقابل يا رب واشوفكم اسعد الناس يا رب. دي حاجه كده من صغيره شويه قلت برضه اوريها لكم. والف انا وصحه وعافيه ب3 حبات كيلو اهو ما شاء الله عليه وعلى جماله وعلى حلاوته. حاجه كده بصوا اخر جمال. يعني بصوا هي بتبقى سايحه، يعني الزبون اللي بيبقى جاي عايز فسيخه نسيره دايما اقول له الفسيخه النسيره دي بتاعتنا سايحه ونسيره في نفس الوقت. حاجه كده مش قادره اوصف لكم جمالها. شايفين الجمال اهو، حاجه كده اخر جمال وحلاوه اهي. والف الف 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 انا وعافيه اللي هياكلوا ويجعلوا بالهنا والعافيه يا رب. وطبعا عايزه اوريكم برضه اهو عندنا الحبايه كيلو اهي ما شاء الله على جمالها. حبايه كيلو اهي، حاجه كده اخر فل وجمال وحلاوه ما شاء الله اهي. حاجه كده بصوا حاجه كده جميله وحلوه وطعمه. واخيرا انا حبيتين برضه هما ما شاء الله هنا وعافيه على اللي هياكلوا يا رب. عندنا 3 حبات كيلو، عندنا حبتين كيلو، عندنا برضه اللي هو الصغير 4 حبات كيلو ما شاء الله. حاجه كده اخر جمال وحلاوه وكل حاجه حلوه فيه. والف انا وصحه وعافيه اللي هياكل. عندنا طبعا برضه اهو حبتين كيلو اهو ما شاء الله على حلاوته وجماله وكل حاجه حلوه فيه. برضه عندنا السردين زي ما قلت لكم الشوكولاته بتاعنا. عندنا الرجل المطرحه سرديننا مش قادره اوصف لكم السردين بتاعنا شكله ايه. بصوا السردين بتاعنا يا جماعه بصوا حلويات. هو ده السردين عامله ازاي حلوه وفي نفس الوقت بصوا طريه. شوفوا اتضغط عليها ازاي طريه خالص اهي. حاجه كده زي الملبن حلوه وطعمها حلو وسمينه ومبطرخه وحلوه. وعندنا الرنجه برضو، عندنا رنجه مختلف جميله اهي ما شاء الله عليها. رنجه ما شاء الله كرتونه بتتفتح قدام الزبون بسم الله ما شاء الله عليها اهي. شايفين الرنجه عامله ازاي؟ حاجه اخر جمال اخر حلاوه اهي. وعندنا رنجه برضو، رنجه الكافيار برضو رنجه حلوه وجميله برضو اهي. حاجه اخر جمال اهي برضو مبطرخه وحلوه وجميله وكل حاجه حلوه فيها. المطبخ بتاعنا نشف خالص اهو. ودي برضو المطبخ
الوصفه، يعني عندنا دي وعندنا دي، اللي عايز تبديله واللي عايز تبديله. والف انا وصحه وعافيه اللي هياكل ويا رب يجعله بالهنا والعافيه. عندنا برضو الفسيخ المخلي، السردين المخلي، عندنا البتاع ده البطارخ، عندنا كل حاجه، احنا عندنا كل حاجه. واللي عايزني يطلب لي يا جماعه، عايزه اقول لكم لو عملت عرض طبعا انا بعمل العرض ده ما بيبقاش فاضيه، انا بعمل العرض ده يومين، خميس وجمعه. اللي بقى عايز اوردرات وعد مني اللي هيطلب اوردرات مش اللي هيجي لي المحل، لا اللي هيطلب اوردرات هيطلبها مني يوم السبت، اكون فضيت اعمل له اوردراته على سعر اللي هم عايزينه. لانكم اعذروني انا عندي مصاريف مش عندي، اعذروني يا جماعه لان ما ببقاش فاضيه في اليوم ده. وانا عملت مثلا اوردرات ولا حاجه ببقى يعني موديهم برضه عشان الناس ما تزعلش. واحنا عندنا برضه زي ما قلت لكم توصيل اي بلد على ما بقدر ابعت لكم تبع امكانياتي، لان انا مش ببعته شحن، لان الشحن بيغيب وبيطول والحاجه بتبوظ. انا ببعتها بيجي لك في نفس اليوم، يعني انا ببعت بيجي لك في نفس اليوم. يعني الاوردر ده دلوقتي ساعة يعني 3 ساعات بالظبط وهيكون في ايد صاحبته، وهتروح لصاحبته في القاهره، وهتستلموا في القاهره 3 ساعات بالظبط هيكون عندنا. قلت لها اخلقوا لك وابعتوا لك فريش الوقت. والف انا وصحه وعافيه. زي ما بقول لكم احنا ما بنكذبش وعندنا مصداقيه في كل حاجه، وزي ما قلت لكم ما حدش يزعل مني يا جماعه، ما حدش يزعل مني علشان خاطر اللي هو بيقول لك لا انا بعت لكم ما فيش مصداقيه. هو عامة المفروض اساسا يعني العرض ده ان انا ما اطلعش منه اوردرات. بس يعني العرض ده انا بعمله في المحل، ان مثلا ان انا زبوني يجي لي المحل، بس هي الحاجه اللي بتصمم انها تطلع اوردرات تقول لك الناس كلها تاكل. فلي برضه وعد مني يا جماعه، ابقى اخلي برميل كده ولا حاجه ليوم السبت الاوردرات بس، مش اللي يجي لي المحل بقى ويقول لي لا. الاوردرات اللي هيعملها لها سفاره القاهره اي بلد يوم السبت العرض، تطلبوني كلكم تاخدوا الاوردرات ماشي. وطبعا بقى اقول لكم كفايه، احنا نبروه ما كنتش بقدر اتكلم يعني. نبروه امام مدرسه الصنايع، رقم التليفون 010 33 27 07 44 010 33 27 07 44. ودعواتكم لنا بقى، دعواتكم ليا بالشفا، مش عايزه اكتر من كده. يلا سلام.